مساء الفل. مع نهاية مؤتمر المناخ اللي في شرم الشيخ، مصر حققت في الأسبوعين اللي فاتوا دول مكاسب بالجملة كتير قوي قوي، مع كل السسبنس اللي حصل والمشاكل اللي حصلت، لكن فعلا مصر خرجت من المؤتمر ده بمكاسب مهمة جدا. أول حاجة في المكاسب دي عودة السياحة. مش بس عودة السياحة، انت استضفت العالم كله عندك في شرم الشيخ، صحفيين ورؤساء وكل الدنيا دي كلها، والناس كانت مبسوطة وعايشة في أمان وسعيدة وكل حاجة زي الفل 100 فل و14. وده مكسب كبير جدا، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه، اللي احنا بنعاني فيه من قلة وندرة الدولار والاقتصاد عندنا احنا عارفين ان هو ضعف. فدي فرصة ذهبية ان احنا نستغلها ونمسك فيها بايدينا واسناننا، ان السياحة تقوم تاني، مش بس تقوم تاني، تبقى احسن من الاول ب100 مرة. وفي كذا حاجة في مصلحتنا. اول حاجة، احنا داخلين على سيزون الشتاء، والسياحة الأوروبية كلها هتروح فين؟ عندهم مشاكل بالجملة، مفيش كهرباء والدنيا هتبقى برد، وتركيا المشاكل اللي فيها والانفجارات اللي فيها، وبرضه الكهرباء والطاقة وغلو الأسعار والبلاوي دي كلها. المفروض ان انت تجتذب بقى كل السياحة دي عندك في مصر هنا. انت المؤتمر ده عمل لك دعاية مجانية ما كنتش تحلم بيها، سواء لشرم الشيخ بالذات أو للسياحة في مصر كلها. لازم الحكومة والقطاع السياحي كله ينتهزوا الفرصة دي، لأنها مش هتتكرر. أنت عندك فرصة ذهبية إنك تعمل سيزون شتاء ما حصلش أبدا في مصر قبل كده. لازم نمسك الفرصة دي بإيدينا واسناننا. الحاجة التانية، الاتفاقات اللي اتعملت بقيمة حوالي 119 مليار دولار مشاريع استثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وانا عملت فيديو بيتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. لكن القصة دي هتنقل مصر نقلة تانية خالص، ببساطة كده هتبقى زي السعودية، ويمكن احسن كمان، وعلى اللونج ران هتبقى احسن من السعودية كمان. شوف كل البترول والفلوس اللي موجودة في السعودية في الخليج كله، انت ممكن يبقى عندك زيها. فرصة لازم برضو نمسك فيها بايدينا واسناننا، ومش هتتكرر تاني. والنهاردة احسن من بكرة، لأن النهاردة كل الدول على مصاف واحد، مفيش دولة سابقة التانية في المجال ده مجال لسه جديد، وعندنا الفرصة وعندنا الريسورسز الطبيعية اللي تخلينا نبقى نمرة واحد فيه في العالم. وفعلا الحكومة مهتمة جدا بالموضوع ده، ويا رب يكمل على. المكسب الثالث المهم قوي اللي حصل في فترة المؤتمر السيادة المصرية، وإن مصر ملهاش دراع عشان يتلوي. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل القصة بتاعت علاء عبد الفتاح والقصة دي كلها، لكن مصر تعرضت لضغوط أجنبية شديدة جدا من إنجلترا ومن أمريكا ومن الدول الغربية كلها، لكن مصر محدش يقول يدرعها. وهنا أنا بفتكر الفنان الراحل كمال الشناوي فيلم الإرهاب والكباب، لما قال لك لو أنت فاكر إن الحكومة ليها دراع هتلوي دراعها، الحكومة ملهاش دراع يتلوي. وده فعلا بيعبر عن اللي حصل. مصر رفضت أي محاولة للتدخل الأجنبي في أي قضية أو أي حد مسجون عندها، وإدت للعالم كله درس في السيادة المصرية. وبصراحة أنا شخصيا مبسوط، بغض النظر بقى عن الأسباب، وأنا مش عايز أدخل في تفاصيل القصة كلها، لكن مصر محدش قدر إن هو يتدخل في السياسات، حتى لو أفرجوا عنه بعد كده خلاص هو كارت واتحرق. هي الفكرة في وقتها، انت ممكن تفرج عنه بعد كده وتستغل ده وتحقق مكاسب منه، لانه كارت واتحرق، انت مش عايزه خلاص، يغور في 60 داهية، يروح يقعد بره ياخدوه وما يجيش تاني، مش مهم خلاص، هو اتحرق قدام العالم. بالعكس انت من مصلحتك انك بدل ما يفضل مرمي في السجن، لا عادي جدا ممكن تطلعه وتستفيد منه. لو هتحقق مكاسب منه حققها، مفيش مشكلة، لكن كان في وقتها ما ينفعش. والحاجة الرابعة والمهمة، دعوات 11/11 والناس تنزل الشوارع والثورة ومش الثورة والجو الرخيص ده كله. في امتى؟ في عز مؤتمر المناخ، ويوم ما بايدن كان جاي مصر ما حصلش حاجة خالص ولا الهوا، وبايدن جه. انتم متخيلين ان لو كان في فرصة 1 في المليون ان في اي احداث تحصل يوميها بايدن كان هيجي؟ اخوان كارت واتحرق. الدعوات دي بس مش معنى كده ان الحكومة تبقى متخيلة انها واخدة كارت بلانش انها تعمل كل حاجة، لا، الشعب بيعاني والمواطن المصري بيعاني، لكن هو خايف على بلده. اللي ما نزلش عشان خايف على بلده،
مش عشان هو ما عندوش مشاكل، لا هو عنده مشاكل، وكان في ناس ممكن، وفي ناس وسط اللي هتنزل هندخل بقى تاني في القصة بتاعت يناير وأحداث يناير والمندسين ومش المندسين، لأن في ناس ممكن فعلا يبقى أحوالها صعبة وعايزة إن هي تعبر عن أحوالها، لكن هم متظاهرين سلميين ومفيش أي حاجة، لكن بيندسوا وسطهم الناس اللي عايزة تخربها. ومصر مش حمل خرب، احنا مش حمل ثورة تانية، ومش حمل توقف اقتصادي تاني، ومش حمل انهيار اقتصادي تاني، احنا دوبك ماشيين فيها وبنلصمها. مصر مش حمل مشاكل، خلاص لو وقعت مرة تانية مش هنطلع منها. مفيش دولة بيحصل فيها 3 ثورات في 10 سنين، مش ممكن. ولو حد نيته سليمة وشايف ان الوضع السياسي او وضع الدولة مش مظبوط او اتجاهاتها مش مظبوطة، ومتخيل ان هو عايز يغير القيادة اللي مسؤولة دلوقتي بقيادة تانية، ومتخيل انها هتيجي تعمل حاجة، لا يبقى بيهزر ومش فاهم حاجة خالص. حتى لو فرضا ان في قيادة تانية احسن وهتيجي، مع انها مش موجودة اساسا مفيش اي حد على الساحة ممكن يعمل اي حاجة في اي حاجة يعني. بس فرضا ان في قيادة تانية ووطنية ومدعومة والناس بتحبها هيجي يعمل ايه؟ هيكون العيان مات حضرتك. انت جايب مجدي يعقوب عشان يعمل اصعب عمليه جراحيه في القلب، بس هو المريض مات قبل ما مجدي يعقوب يمد ايده فيه. انت اي حاجه هتحصل دلوقتي، لا مصر هتبقى ميته اكلينيكيا. كون ان مفيش حاجه حصلت كويسه جدا ومؤشر مهم، لكن لازم برضو الحكومه تاخد بالها ان في مشاكل وان الشعب بيعاني، ولازم نراعي الموضوع ده شويه، مش بالكلام بس بالفعل. دي كانت اهم المكاسب لمصر من مؤتمر المناخ، وأتمنى إن المكاسب دي نمسك فيها بإيدينا وأسناننا ونزودها، وربنا كريم إن شاء الله، ربنا هيساعد ويسهل، ومصر تبقى من مصاف الدول المتقدمة الفترة الجاية إن شاء الله. نشوفكم على خير الفيديو الجاي.